تعرف على الله عز وجل في وردك الشخصي كل يوم. كلنا واخدين بالنا انه نهايات الايات في كثير من الاحيان بيبقى فيها صفات لربنا سبحانه وتعالى واسماء من اسمائه الحسنى. خبير بصير سميع عليم، كتير بنقابلها، بس ما بناخدش بالنا هو ليه ربنا هنا قال الاسم ده وليه هنا قال الاسم التاني. قصة بتحكى عن الإصمعي انه في يوم من الايام كان قاعد يقرأ القرآن فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأصمعي جنبه ساعتها كان في أعرابي قاعد، فقال له: إيه ده كلام مين اللي أنت بتقوله ده؟ فقال: كلام الله. قال له: لا والله، ما هذا بكلام الله؟ فانتبه الأصمعي أنه أخطأ في الآية فقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالأعرابي قال: أصبت، هذا كلام الله. خدوا بالكم الأعرابي ده مش حافظ، والأصمعي عارف انه مش حافظ. قال له: طب من اين علمت اني اخطأت؟ قال: عز فحكم فقطع، عزيز حكيم فهيقطع يد السارق والسارقة. اما لو غفر ورحم، مش انت قلت غفور رحيم لما اتلخبطت؟ ما قطع. فشوفوا فهموا للآية وتدبروا لاسم الله عز وجل اللي ذكر مع الحكم. فلما تركز مع كل آية وتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من آياته عز وجل، ايه صفاته، ايه افعاله، ايه اسماءه، تتلذذ بيها، تتدبر فيها، قلبك يتعلق بالله، فتبقى كل يوم عايز تتعرف على ربنا، فتروح تقرأ وردك وانت نفسك تتعرف على ربنا اكتر، فتقرأ: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فتقول: غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. ولما تقرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، فتفتكر حالك وان الشيطان عمال يقول لك: كل من حرام، ده انت الدنيا ضيقة، بيوعدني بالفقر وبيأمرني بالفحشاء، لكن ربنا ده بيوعدني بالفضل والزيادة والرزق، وربنا واسع عنده كل حاجة يديها لك وعليم بحالك، عارف. فتطمن وما تسمعش كلام الشيطان وتتعلق بالله. ولما تقرأ: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، فترضى برزقك وتقول: أيوة ربنا سبحانه وتعالى عارف إني قد أبغي لو رزقي زاد ولا حاجة، فهو بيديني بقدر عز وجل، لأنه خبير وبصير وعالم بحالي وعالم باللي يصلحني، فاللهم لك الحمد. فترزق السعادة والرضا. فلما تعيش مع القرآن بتتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى وتتعلق بيه، إيمانك يزيد، وتحب القرآن فتصاحب القرآن.